تتخلص من احتباس الميه الموجود في جسمك بعد الفري من اول يوم وتاني يوم العيد. وبما ان انت دخلت كميات كاربس عاليه ودخلت كميات حوادق او موالح عاليه جدا، فبيحصل هنا ووتر ريتينشن، هو احتباس المياه في الجسم، وده اللي بيخلي جسمك منفوخ، فانت بتكون معبي ميه مش تخين او زايد توتال فاتس. هنا بيبقى فيه فرق بين الفاتس والميه، وليها علامات مهمه جدا هتكلم عنها في فيديو طويل جدا لوحده عن ازاي تتخلص من الميه المحتبسه في جسمك وازاي تعرف ان هي ميه ولا فاتس. بعد ما تطلع من الفري بتاع العيد لازم تعمل الكلام ده علشان تبدا تتخلص من الميه الزايده في جسمك وترجع لوضعك الطبيعي تاني. اول حاجه لازم تعملها هو انك تهتم بمعدل شرب الميه على مدار اليوم علشان تبدا تتخلص من الووتر ريتينشن اللي بيحصل من خلال الكاربس او الاكل اللي احنا بناكله من خلال فتره العيد او الحوادق. بالنسبه للست بيكون معدل الميه مثلا من 3 لتر ميه لحد 2800، تقدر تزود شويه مفيش مشكله. اما بالنسبه للراجل من 3200 لحد 4 لتر ميه، ده الحد الكويس ليك، تقدر تاخد 5 لتر مش اكتر. خصوصا في الاكل بتاعك لو انت بتاكل اكل صحي او دايت بيكون فيه ميه بطريقه غير مباشره من الخضار او الفواكه، وكمان الميه اللي بتكون في الشاي والقهوه وغيرها. تاني حاجه مهمه جدا انك تبدا تدخل الخضروات الورقيه زي السبانخ والجرجير والخس، لان ديت مهمه جدا وبتقدر ان هي تساعدك على انك تطرد الميه الزياده الموجوده في جسمك. تالت حاجه البقدونس والكرفس، تقدر تحطهم على السلطه او ان انت تقدر تعملهم مشروب وتشربهم، ده مهم جدا وبيساعد على طرد الميه الزياده الموجوده في الجسم. الشاي والقهوه والشاي الاخضر والبقدونس كرفس اللي هو باكت بيكون عامل مهم جدا على مدر البول وبيخليك تتخلص من الميه الزياده الموجوده في جسمك. فجسمك بيتخلص من الميه الزياده عن طريق البول وعن طريق التعرج، فعلشان كده ممكن تدخل مدر البول زي الشاي والقهوه والكلام ده كله، ده بيظبط معاك نسبه الووتر ريتينشن. الحفاظ على مستوى البوتاسيوم الموجود في جسمك، انك تقدر تدخل اكل صحي عالي البوتاسيوم زي الموز والاناناس وغيره، ده بيساعد جدا على بالانس بين الصوديوم والبوتاسيوم، فبيحصل هنا توازن وكمان جسمك بيتخلص من الووتر ريتينشن خلال الفتره ديت. اخر حاجه وهي اوبشنال شويه، يعني اختياري، ان انت تقدر تخش الساونا من مره لمرتين في الاسبوع. لسه قايل لك من شويه ان الميه بتخرج من جسمك عن طريق البول وعن طريق كمان التعرق، فبتقدر ان انت تخش الساونا مش هتخسسك ولا حاجه، ولكن هي بتطرد الميه الزياده الموجوده في جسمك وبتساعد على تنشيط الدوره الدمويه وفوائد كتير جدا للاوتار والاربطه، هتكلم عنها في فيديو كامل لوحده عن فوائد الساونا. اخر حاجه مهمه جدا انك تبدا تقلل مستوى الكاربوهيدراتس او تدخل كومبليكيتد كاربوهيدراتس زي البطاطس والبطاطا والرز البسمتي، وتبعد عن الكاربوهيدراتس السيمبل زي السكر والدقيق الابيض والرز الابيض وغيره، وتخلي الكاربس بتاعتك عباره ان هي تكون متوسطه او لو كارب خلال 3 ايام، او انك تعمل كارب سايكل، ده مهم جدا. مش لازم تتمرن كارديو اوفر، ممكن تتمرن 10 دقائق بس كارديو او ربع ساعه كارديو على المشايه او العجله، ده كفيل ان هو يساعدك برضو على طرد الميه الزياده اللي موجوده في جسمك. وفي نفس الوقت التمرين زي التمارين الحديد او الجيم او التنس او السويمنج، الحاجات دي كلها مهمه جدا ان هي بتساعدك على طرد الميه الزياده الموجوده في جسمك. ولو انت استفدت من الفيديو ده ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تعمل لي سوبر لايك في كومنت، مش خساره فيا.